إخواني وأخواتي، ربما سمعتموني أكثر من مرة أتحدث عن التجربة العمانية، وهي تجربة مميزة جدا في التعايش والتسامح. عمان أكثر بلد عربي أو إسلامي حتى حول العالم تتعايش فيه المذاهب والطوائف والأفكار بسلامية كاملة. وهذه البلد الحبيبة العزيزة أيها الإخوة التي لا تجهونها، يعني يصر صاحب الإرادة السياسية فيها، وأيضا صاحب الإرادة الروحية كما يقال، سواء السلطان أو المفتي وأهل العلم، كلهم جميعا طبقا واحدا، طريقة واحدة على وجوب التسامح واحترام المخالف. يصلون في المسجد الواحد، يا إخواني، الشيعي الزيدي والشيعي الإمامي والإباضي والسني الشافعي، كل بطريقته دون أن ينكر أحد على أحد. فإذا سلم الإمام، وقد يكون الإمام ينتمي إلى إحدى هذه الطوائف، مرة بكون إباضيا، مرة بحسب المسجد، صافح بعضهم بعضا بمحبة ومودة. حتى أخونا الأستاذ أحمد الشقيري، أعتقد لاحظتم هذه الفكرة له، عمل زار عمان، والرجل يعني أدهشه جدا هذا التسامح. لم يكن يتوقع أنه في العالم العربي تجربة بهذا الجمال. ما رأيكم؟ حتقول لي في أوروبا؟ والله ولا في أوروبا عاد. إيش رأيك عاد؟ ما احنا الحين وين احنا؟ هذا الشورى وين؟ هذا الشورى هذا الشورى في أوروبا. طبعا ممكن تلاقي على بعد 200 متر مسجد آخر هنا يكفروننا، هذا الكافر الزنديق عدنان إبراهيم مثلا، هذا الشيعي الرافض الإيراني، وإحنا في أوروبا ما استفدناش حاجة. لا، هذه دولة عربية عريقة ما شاء الله، كانت إمبراطورية طبعا، القرن التاسع عشر تقريبا، إمبراطورية واسعة جدا جدا. هذه فيها تجربة يستحق أن تدرس وأن نتعلم منها. لكن أيضا يعني أنا أرغب إليكم أن تدعوا لعمان وأهل عمان أن يجنبهم الله الفتن، فتن أهل الشقاق وأهل الفرقة وأهل الفتن والعياذ بالله، لأنهم الآن بدأوا ينشطون في عمان وراسموا 60 سيف، ونسأل الله أن يخيب مسعاهم وأن يبير مقاصدهم. راسموا 60 سيف إلا أن تعيش عمان الفتنة كما يعيشها الآخرون. أنتوا أحسن منا في إيش أهل عمان يعني؟ فحنبعث لكم أهل العلم تعونا، أصحاب قاموس التكفير والتفجير والتبديع والتشريك والسباب والإخذاع والبذاء والعياذ بالله. فإحنا هنا بصراحة بكل وله وبكل محبة وبكل صدق وضراعة نضرع إلى الله تبارك وتعالى ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ عمان وأهل عمان، وأن يجنبها الفتن، وأن يمد ويبسط تجربتها على سائر بلاد العرب والمسلمين، لنعيش جميعا إخوة متحابين متسالمين. وإلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. عندك خصوم معاي في مسألة علمية، في مسألة غير علمية، الله يحكم بيننا. الحكم مش هنا أن أصفيك وأن تصفيني، لا أبدا. وبارك الله فيكم وأجزل لكم العطاء. عندك مثلا في عندهم في السلطنة 21% إباضية حاكمون، 2% شيعة، تمام، و77% سنة. دي النسب أكيدة. نعم. أرسلت إلي من داخل لا صحيح البلد. الكلام هذا صحيح. تخيل 2% لهم مفتي في السلطنة، و77% سنة ما لهمش مفتي. نعم صحيح.
مثل ما إيران يعني تعطي جميع النحل ما عدا السنة حريتها إلا لا السنة، بس ما انا هنا لهم ولا بتكلم في مسجد. نسبه يا دكتور، يعني احنا بقى لا بنعمل فتنه ولا طائفيه ولا مش طائفيه، احنا بنبين عقائد. نحن هذا على هذه القناه هاجمنا الكل، صوفي شيعي اشعري كل الناس. لكن لما يجي 77% يبقاش لهم مفتي و2% شيعه يبقى لهم مفتي، بماذا تسمي هذا يا دكتور سعد؟ أسميه أنهم يرون أن أهل السنة هم الذين عندهم الحجة وعندهم القوة بالدليل والبرهان، بالرغم من أن أهل السنة الآن محاربون من العالم أجمع. لكن هذا لا يشفع لهم أبدا حتى عند الإباضية الذين من المفترض أن يكون أهل السنة هم الأقرب لهم. وهذا يعني ليس كلامي فقط بل كلام حتى الأئمة، يعني كابن حزم وابن حجر يرون أن الإباضية هم أقرب الناس إلى أهل السنة من الفرق الأخرى. لكن مع ذلك الآن هم يرون أن أهل السنة هم عدوهم اللدود. لماذا؟ لأن أهل السنة أثروا فيهم. أنت يا أخ محمد يمكن لا تعرف لكني أعرف أنا وأعرف أشخاصا بأعيانهم ممن ترك الإباضية وصار سنيا. اعتقلوا؟ منهم من اعتقلوا ومنهم من لا هم لغاية 10 سنوات فاتت كان يعتقل. الآن إذا كان إباضي ويتسنن يضيق عليه في وظيفته وفي رزقه. نعم، لكن ترى مشكلة أهل السنة في عمان أقولها اللي يسمعوا افتراقهم. مشكلة أهل السنة أنهم ليسوا على قلب رجل واحد، وإلا لو كانوا كذلك يمكن يستطيعون انتزاع حقوقهم. بالإضافة إلى أن فيهم ضعفا، يعني المفروض يكون عندهم الجرأة التي تكون عند الآخرين. طالب بحقوقك يا أخي. لا في جزئية كمان أخطر، إن لما يجي مثلا يبعث البعثات الإباضي بيروح أي جامعة في العالم وعلى نفقة الدولة، السني يذهب ليقدم جامعة الإمام، جامعة الأزهر، جامعة الزيتونة، فاس، وعلى نفقته لا يوافق له، يقولوا له لا ما يروحش يتعلم، أي لا يوافق حتى له لا يكون وهابيا حشويا. نعم، من قبل حكوماتهم. من قبل الحكومة. يعني صحيح. شوف 77% ولا يسمح له بالتعلم في جامعات السنة. إنما لو هو إباضي أي جامعة هو عايزها يروح وبالمجان وعلى نفقة الدولة. صحيح. أليس هذا ظلم يا دكتور؟ بلى.